أفضل 10 أفلام أجنبية جديدة في 2025. في الفيديو ده هشارك معاكم قائمة مميزة بأفضل أفلام 2025 الجديدة اللي صدرت لحد دلوقتي، والأفلام هنا بتغطي تقريبا أغلب التصنيفات، بداية بالأكشن والمطاردات وصولا للرومانسية والكوميدية. فغالبا هتلاقي في القائمة دي الفيلم اللي هيناسبك. بس قبل ما نبدأ يلا نصلي على النبي ونبدأ القائمة. رقم واحد معانا في القائمة هو فيلم ذا جورج. الفيلم ده تصنيفه خيال علمي ورومانسي ورعب، وتقييمه على موقع IMDb هو 6.1 من 10. الفيلم قصته بتدور حوالين اتنين من القناصة المحترفين، وهم ليفي ودراسا، واللي بيكونوا مكلفين بحراسة جوانب وادي عميق لمدة سنة كاملة من غير أي اتصال بالعالم الخارجي. ولكن مع مرور الوقت بيبدأوا يتواصلوا بطريقة غير تقليدية، وبيكتشفوا أسرار خطيرة عن الوادي والمخلوقات اللي جواه. ولما بيحصل هجوم من المخلوقات دي بيضطروا يتعاونوا مع بعض علشان يحموا نفسهم والعالم من خطر كبير. ورقم 2 فيلم باك إن أكشن. الفيلم اللي تصنيفه أكشن وكوميديا، وتقييمه على موقع IMDb هو 6 من 10. الفيلم قصته بتدور حوالين اتنين جواسيس متقاعدين، وهم مات وإيميلي، واللي بعد ما سابوا حياة الجاسوسية علشان يكونوا أسرة بسيطة وهادية بيلاقوا نفسهم تاني راجعين لعالم التجسس لما هويتهم السرية بتتكشف، وبيحاولوا بكل الطرق الممكنة إن هم يحموا عيلتهم من المخاطر اللي بتهددهم. وفي نفس الوقت بيكتشفوا إن هم لسه عندهم المهارات اللي كانوا بيستخدموها زمان. فيا ترى دي هتساعدهم في الخروج من أزمتهم؟ ورقم 3 هو فيلم مفاسا ذا لايون كينج. الفيلم ده رسوم متحركة ومغامرات عائلي وفانتازيا، وتقييمه على موقع IMDb هو 6.7 من 10. قصة الفيلم بتدور حوالين الأسد مفاسا، واللي كان شبل صغير فقد أهله بسبب الفيضان، واتقابل مع شبل تاني اسمه تاكا، والاتنين بيكونوا مع بعض صداقة قوية. ولكن صداقتهم بتتعرض لاختبار لما بيواجهوا تهديد بيمس قطيعهم، وبيضطروا يواجهوا ماضيهم ويحددوا ولائهم الحقيقي. ورقم 4 في القائمة معانا هو فيلم كاري أون. الفيلم اللي تصنيفه إثارة وأكشن، وتقييمه على موقع IMDb هو 6.5 من 10. An associate of mine is going to step into your line and you are going to make sure that his bag clears the machine. الفيلم قصته بتدور حوالين موظف شاب في إدارة أمن النقل بالمطار اسمه إيثان كوبر، واللي بيتم ابتزازه من مسافر غامض علشان يسمح له بمرور حقيبة خطيرة على متن الطيارة دي في ليلة عيد الميلاد. فبيلاقي نفسه قدام موقف صعب جدا بين إنه يحمي الركاب أو إنه ينفذ طلبات المسافر الغامض. ورقم 5 في القائمة معانا هو فيلم ذا مانكي. الفيلم اللي تصنيفه رعب، وتقييمه على موقع IMDb هو 6.7 من 10. بتدور قصة الفيلم حوالين اتنين اخوات توأم، وهما بيل وهال، واللي بيلاقوا لعبة قرد قديمة في بيتهم، واللعبة دي بتكون ملعونة وبتتسبب بشكل غامض في وفيات غريبة في بيتهم، ولكنهم بيقدروا يتخلصوا منها. وبعد مرور 25 سنة اللعبة بترجع وبتظهر تاني، وبيضطر هال وابنه ان هما يواجهوا الرعب ده مرة تانية علشان يوقفوا سلسلة الوفيات المرعبة دي. ورقم 6 فيلم وولفمان. الفيلم اللي تصنيفه رعب، وتقييمه على موقع IMDb هو 5.6 من 10. Can anyone hear me? Hello? We were in an accident. Hurry, Mommy, it's coming. بتدور قصة الفيلم حوالين راجل اسمه بيليك لوفيل، واللي بينتقل مع عيلته لبيت ريفي في أوريجون بعد وفاة أبوه. وفي ليلة بيتعرضوا لهجوم من كائنات غامضة، وبيبدأ يتحول لحاجة مش مفهومة. ومع مرور الوقت بيحاول بكل الطرق يحمي عيلته من الوحش اللي بيهددهم، بس في نفس الوقت بيكتشف بيليك إن هو نفسه اتحول لوحش غريب. ورقم 7 هو فيلم You Are Cordially Invited. She's actually nice. You the alligator police? بتدور قصة الفيلم حوالين عيلتين بيكتشفوا إن حفلات زفاف بناتهم محجوزة في نفس اليوم وفي نفس المكان. فبيلاقي الأب جيم إن بنته جيني هتتجوز، والأخت الكبيرة مارجوت اللي هي أختها نيف هتتجوز. بيكونوا كلهم مضطرين يتشاركوا في نفس المكان، وخلال التحضيرات بتظهر مواقف كوميدية وتحديات كبيرة، ولكنهم بيحاولوا يحافظوا على ثباتهم علشان اليوم يعدي بأي طريقة. ورقم 8 هو فيلم فايت ريسك. الفيلم ده تصنيفه إثارة وأكشن، وتقييمه على موقع IMDb هو 5.5 من 10. Tell me how to fly this thing, or we will die out here. قصة الفيلم بتدور حوالين طيار اسمه داريل بوث، واللي بيكون مكلف بنقل مارشال جوي اسمه مادولين، ومسجون اسمه وينستون من خلال ألاسكا. وخلال الرحلة دي بتتصاعد التوترات لما بيبدأ الشك في هويات ونوايا الركاب، ولكن الأحداث بتتقلب لما كل اللي في الطيارة بيعرف إن الطيار مش هو الشخص الحقيقي.
ورقم 9 هو فيلم دين اوف ثيفز 2 بانتيرا. الفيلم ده تصنيفه أكشن وإثارة وجريمة، وتقييمه على موقع IMDb هو 6.5. Only blood is paid. بتدور قصة الفيلم حوالين ضابط اسمه بيج، واللي بيسافر لأوروبا علشان يطارد دوني ويلسون، واللي بيكون متورط في عالم سرقة الألماس مع عصابة بانسيرا الخطيرة، واللي بيخططوا لسرقة ضخمة جدا في مركز الألماس العالمي. وبيحاول بيج إن هو يحبط العملية دي بأي طريقة ممكنة، ولكن بيلاقي نفسه متورط في عالم الجريمة الأوروبية المعقد. ورقم 10 وآخر فيلم معانا هو فيلم آد فيتام، والفيلم ده تصنيفه أكشن وإثارة، وتقييمه على موقع IMDb هو 6/10. قصة الفيلم بتدور حوالين فرانك لازاريف، وده ضابط سابق في القوات الخاصة الفرنسية، وبيعيش حياة هادية مع زوجته الحامل ليو. وفي يوم من الأيام بيتعرضوا لهجوم في بيته، وليو بتتخطف من مجموعة مسلحة غامضة، وفرانك بيكتشف إن هو اتورط في مؤامرة خطيرة ومرتبطة بمضيء المعقد، فبيحاول إن هو ينقذ زوجته ويكشف الحقيقة في أسرع وقت ممكن. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، فلو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتقولوا لنا إيه أكتر فيلم أجنبي عجبك السنة دي، وسلام.